السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى لبست ورايا حبة مشاوير كده، قلت قبل ما أعملها أروح أجيب لهم عيش طري صابح كده. دي بطاقة التموين بتاعتي، بجيب 3 أيام باخد 30 رغيف، جميل وحلو وبيكفيني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جيت بقى قلت أعمل لهم فطار مصري أصيل بقى، الفطار الجامد. حاولت والله على بتاع الفول والطعمية اللي احنا بنجيب منه، لقيته قافل. قلت يلا ما بديهاش، مش راجعة تاني. هعمل لهم بقى ايه؟ كان عندي 3 بيضات بلدي، اسيبهم اسكت؟ ما اسكتش. قولي لي يا بنتي اسكتي لا ما اسكتش. رحت حطاهم في الكنكه حبه، وبقى حطيت عليهم بعد ما الميه بتغلي يا بنات عشان ما يطلعوش زفرين، عشان البيض البلدي بيطلع زفر شويه. تروح حط عليه ايه؟ حبه ملح وحبه خل. بصي، كان بيفور ما بقاش ايه يفور. قللت عليه الميه، قللت عليه النار، ورحت ايه حاطه البطاطس جنبه. كنت مقشره البطاطس دي يا بنات من قبلها بيوم، كنت سايباها في المية بقى في التلاجة، مش هتبوظ يعني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين هنا بقى جيت عملت ايه؟ سلطة جبنة. قطعت طماطماية كانت عندي، على قرنين فلفل، على ايه خراية بقى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ده كله طبعا عملت القهوة وخدتها وقعدت في الركن بتاعي، قعدت بقى اقرا الورد بتاعي واتوضيت وصليت. اوعوا تنسوا الورد بتاعكم يا بنات، احنا بنذكر بعض بس. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حطيت الجبنة بقى عليها، جبنة حادقة، معذرة لصوت عمو بتاع الربابيكي كل ما اجي اسجل يعمل معايا كده، مش عارفة ليه. احنا عشان منطقة شعبية، فبتوع الربابيكيا بيمشوا فيها كتير قوي. حتى انا لما جيت اخلص ازازة الزيت معاكم، سبتها، ما يعني سبتها بحوش بقى حبة ازايز بقى على حبة حاجات قديمة عندي، بحطهم في المخزن. لسه بقى مصورناش المخزن مع بعض كده وظبطناه، وساعات بقعد اوضبه برضه، نعمل روتين حلو فيه كده. بس تشجعوا بقى وتفعلوا معايا كده يا بنات، واللي عايز حاجة يطلبها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خدت بقى كام بطاطاية اللي فاضلين عندي، رحت حطهم في الميكروويف بعد الفطار، كنيهم سخنتهم في الميكروويف كأنهم صابحين يا بنات. طلعت البطاطس، بوريكم بقى بتاع التوابل اللي انا عاملاها دي يا بنات. حاطه ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه على بعض، حطهم في بتاعه كده، واروح واخده منهم على طول. بصوا بقى، ورحت واخده الفطار بقى وقشرنا البيض وتمام بقى على بره، ورحنا ايه واكلين. بصوا بقى يا بنات الحته دي، انا بخلص الزيت بتاع البطاطس بروح حطاه في برطمان ازاز، واروح قافله عليه مغطياه كويس، واحطه في ايه في باب التلاجة. دي احلى طريقة حفظ الزيت اللي هو استخدمتيه، بستخدمه مرة واتنين وتلاتة عادي.
بعدين دخلت بقى اعمل ايه كوباية القهوة اللي بعد الفطار، قهوة المتينة بقى. البن خلص، اسكت؟ لا ما اسكتش ده الا البن. رحت مطلعه علبة البن ومليت بتاعت البن بتاعتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معلقة سكر واتنين بن، وهوب هوب هوب هوب، واروح ايه احطها بقى معانا. شفتوا الفنجان صحيح الاخضر اللي هناك ده، اللي انا قلت لكم مش متفائله بيه من كام فيديو؟ اتكسر. قال لي مش انتي مش متفائله بيا، طب انا هسيبك وامشي. الايد بتاعته اتكسرت. حطيته، قلت ايه اجيب نعناع واحطه فيه نعناع من تحت، واروح سايباه فيه يعني حتت نعناع كده. بنحب نعمل نعناع بليمون. الايام دي ايام صعبه يا بنات، خلي بالكوا يعني. حاولوا ما تودوش بناتكم او الاولاد كلها يعني المدارس. في فيروس منتشر وحش جدا بيأثر على الصدر بتاع الاطفال، خلي بالكم من نفسكم. يا رب يحفظهم يا رب ويبرونا دنيا واخره، اللهم امين يا رب العالمين. خدنا القهوه بقى، قعدت شربتها مع نفسي. بوريكم بقى، بصوا البيت تمام قشطه، ما فيهوش حاجه. وايه بقى، بوريكم ان تمام. عملت السراير وعملت كل حاجه. ساعات بناتي بيعملوها بس عشان بقى الدروس بقى ربنا يعينهم يا رب. يا رب اللهم امين يا رب العالمين. قلت ايه بقى، اخرج اروح اجيب ضيوف جديدة عندنا. ايه رأيكم؟ لبست العباية دي والطرحة دي ورحت جبت الضيوف. مين الضيوف بقى يا بنات؟ قولولي، هستناكم في الكومنتات تقولولي مين الضيوف الجديدة اللي جت. وبعدين رحت ايه، جيت بقى طلعت عملت الغدا. حطيت آه سمنة روابي بالقشطة معلقة. وحطيت ايه آه الدهن اللي انا مسيحاه، بيكفيني كتير قوي. بحط كيلو واحد بيكفيني كتير، ممكن يكفيني لغاية رمضان كمان، لاني باخد معلقة معلقة يعني، مش باخد كتير. ورحت قطع البصلة، بصلة واحدة. وخدت البسلة يا بنات، البسلة اللي احنا كنا جايبينها خدتها بقى في الشاموسة فوق، واقطع وارمي الخضار بقى الايه للطيور. قعدت في الشاموسة كتير بجد، امبارح كانت جميلة. خدت حبة طاقة كده منها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقلب قلب قلب. وبعد ما اتحمر شوية رحت ايه، حطيت هريسة شطة وتوم، بس مش عارفة ما جبتهاش معاكم، حقكم عليا. وقلب. وبعد ما قلبت حطيت ايه العلبة دي. انتوا عارفين ان انا بجيب ايه، تخلص الطماطم اروح مطلعه الكيس من تحت احطها فيها وتفضل في التلاجة قدامي. مش لما عاوز بقى طماطم لسه هقعد اشوف بقى الكيس هيطلع ولا مش هيطلع من الفريزر، لا كده اسهل لي. العلبة بحطها خلاص كل عارف ان دي طماطم. حتى بنوتي لما تعوز تعمل اكله ولا حاجه وعايزه صلصه طماطم تاخد معلقه منها على طول. بسهل على نفسي امور يعني، بحاول اسهل الامور على نفسي. حطيت بقى بعد ما تسبكت طبعا، بحب احط التوابل عشان الريحه، ريحه التوابل تفضل في الاكل.
بصل، حطيت بصل بودرة وتوم بودرة و7 بهارات وفلفل اسمر، وحطيت جوز الطيب حبة بسيطة وشطة، كزبرة ناشفة وقرنين شطة بقى. دول انا لازم اكلهم دول مع البسلة بقى، هنعمل بسلة بقى عشان انا قطفتها. قلت اعمل طبخة واشيل طبخة في الفريزر. انا كده بعمل كده يا بنات، اجيب البسلة اعمل طبخة واشيل طبخة. برضو السبانخ اعملها اشيل طبخة واعمل طبخة كده يعني. تخزين بقى رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يبلغنا كلنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يرزقنا ببركة الوقت، اللهم امين يا رب العالمين. بجد يومي عملت فيه حاجات كتير جدا جدا جدا. يا رب يرزقنا ببركة الوقت. بعدين عملت الرز. دي شعرية بحطها في العلبة دي. العلبة دي مريحة، العلب دي بجد مريحة. يعني كل ما تروحي السوق مثلا فاض منك فلوس حاجة، انا عملتهم كده بصراحة. كل شوية كل ما افيد معايا فلوس اروح جايبة علبة، مش جايباهم يعني على بعض. على بعض هياخدوا وقت، يعني هياخدوا فلوس كتير، وهتحسي ان الفلوس بتاعتك خلصت. فواحدة في واحدة في واحدة جمعتهم. وكان عندي يا بنات صحيح كيس لحمة. فاكرين اللحمة اللي انا روحت جبتها معاكم فاض منها 4 قطع. رحت حطاهم في كيس في الفريزر مع الشوربة. رحت مطلعها على البسلة، بس مش عارفة ما جاتش معاكم. بس ما عنديش طبعا شوربة للرز. رحت قلبته، حطيت ملح ومرقة دجاج بتخليه تحفة يا بنات. ورحت حط عليه المية، ورحت معليه عليه النار، وحطيت الشواية طبعا اساسي. ورحت سايباه يغلي اهو. مرقة الدجاج. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خليكي بنوتة شاطرة كده وعسولة، كل حاجتك تبقى نظيفة حواليكي عشان عينك تشوف كل حاجة حلوة. كل حاجة بتخلص يا بنات، ما تقوليش دي بقى مش ده تقيلة على قلبي، ده مش عارفة لا. استعيني بالله كده ومعملي حاجتك، هتلاقي كل حاجة بتخلص. قولي يا رب ارزقني ببركة الوقت هيرزقك والله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا، هغطي عليه بقى واسيبه تمام كده. والبسلة استوت. الحاجة على فكرة فيها لحمة والله، بس مش عارفة مش باينة ليه. وخلصنا بقى الغدا. دخلنا بقى لفقرة المواعين اللي الناس عمالة تقولي فين المواعين فين المواعين اهي المواعين يا جماعة اهي. المواعين بحب اعملها اشمر بقى وهوب واعمل بقى مع نفسي، بس انتوا اللي طلبتوها. سبتلكوا حبة مواعين كده. كان عندي حبة لبن في التلاجة، كوباية صغنونة. اسكت ما اسكتش، رحت حطاهم بحب اشرب اللبن ساقع بس بدون سكر. رحت حطاهم في كوباية جنبي كده، وقلت اما اغسل البتاع بتاعت اللبن معاكم اهي. يلا اغسليها بقى يا بنتي بقى وبشطرة كده، وتلاجتك تبقى نظيفة كده اول باول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي كده وانتي واقفة بتغسلي المواعين، واحتسبي كل حاجة بتعمليها. انا عارفة ان انتي بتتعبي احتسبيها كل حاجة بتعمليها، ما تستنيش مقابل من حد بجد.
اصل ولا حد هينفعك. متستنيش مقابل من اي بني ادم، كل حاجة اعمليها لوجه الله، بجد ربنا هيجازيكي خير. اهم حاجة حبي الخير للغير، هتلاقيه جالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب ارزقنا ببركة الوقت يا رب، اللهم امين. وارزقنا باولادنا وعيالنا يبرونا دنيا واخرة، ويا رب ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. واللي نفسها في شقة تجيبها، واللي في نفسها في بيت تجيبه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كومنت حلو بقى كده لو وصلتي معايا لغاية هنا، كومنت حلو منك زيك يا عسل كده. انتوا مش بجد مش محتاجين توصية، كومنتاتكم جميلة وقمر زيكم يا عسل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اغسلي بقى، كمل غسيلي. لو وراكي بقى غسيل اغسلي كده، شغليني جنبك. لو وراكي حبة غسيل اسمعي صوتي كده حواليكي، هتنشطي وهتقومي جري. مين بيتنشط بان هو ما بيسمع بقى فيديو ليا كده ولا حاجة بيقوم يتنشط ويعمل حاجات؟ الناس الحلوة الجميلة القمر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في بنوتة صحيح قالت لي على الخاص، قالت لي انتي بتغسلي بايه الالمونيا؟ والله قلت يا بنوت، قلت يا عسل، قلت لها والله كاتبه، قلت في الفيديو وبعتلك كمان على الخاص، قلتلك الصابونه اللي هي بتاعه المواعين، الصابونه القطعه دي بتتعمل من ايه يا بنات؟ لو حابه تعمليها يعني، تتعمل من الزيت القديم بقى اللي عندك، تصفيه كويس، والبوتاص، بوتاص من عند بتاع المنظفات، بس خلي بالك عشان ده قوي جدا، دي مية نار يعتبر. انا كنت بعمله بس ما بقيتش استخدمه كتير يعني، فهعمله ليه؟ كنت بعمله بالبوتاص والألمونيا، وبالبوتاص والزيت القديم. بصي بقى بتعمليه وتحطيه في الشمس، تحطيه قطع 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 في الشمس. كنت بعمله والله في حاجات سيليكون وحاجات، واقطعه واروح مطلعاه في الشمس ينشف، خلاص كده تستخدميه على طول. بس هي القطعة ب5 جنيه من بتاع المنظفات يعني، حلو جدا